ناس كتير بتبعت وتسألني عايزة تعمل كشف حضور وانصراف. طبعا مفيش اي مكان مش موجود فيه كشف حضور وانصراف، لازم يبقى عندك الموضوع ده علشان تقدر تتابع الحضور والانصراف بتاع الموظف، وعلشان تقدر تحسب الرواتب بتاعة الموظفين بكل سهولة. في الفيديو بتاع النهاردة هنعرف مع بعض ازاي نعمل كشف حضور وانصراف بسيط جدا وسهل تقدر تتعامل معاه بكل سهولة. بعد كده هنيجي عند الشيت بتاعنا ونبدأ نكتب البيانات اللي هنعمل عليها كشف الحضور والانصراف. اول حاجة هنعملها طبعا ان هنا اسم الموظف زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده ممكن ننزل تحت كده نكتب الراتب الشهري زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده، الراتب الشهري. احنا ممكن نسيب بقى ايه خانتين فاضيين ونيجي هنا كده مثلا نكتب الرقم الوظيفي، الرقم الوظيفي زي ما احنا شايفين قدامنا، وننزل تحت مثلا كده نكتب الأجرة بالساعة، الأجرة بالساعة زي ما احنا شايفين قدامنا. هنسيب برضو ايه خانتين فاضيين ونيجي مثلا هنا هنكتب عدد ساعات العمل، عدد ساعات العمل. بعد كده هننزل مثلا سنة تحت عند رقم 4 هنا كده، نبدأ نكتب البيانات بتاعة الجدول، مثلا اليوم زي ما احنا شايفين كده، طبعا هننسق في الآخر، وبعد كده التاريخ زي ما احنا شايفين قدامنا، وبعد كده ساعة الحضور زي ما احنا شايفين قدامنا، وبعد كده ساعة الانصراف زي ما احنا شايفين كده. هنيجي نكتب عدد ساعات العمل، عدد ساعات العمل زي ما احنا شايفين قدامنا. هنبدأ بقى ننسق، نضغط دبل كليك هنا كده علشان يظبط لنا الخلايا بتاعتنا، نوسع دي شوية ونضغط دبل كليك هنا، ونوسع دي كمان شوية ونضغط دبل كليك علشان يبدأ يحتوي الكلام بتاعنا زي ما احنا شايفين قدامنا. ممكن بقى ان احنا نروح مظللين كده ونبدأ ان احنا نخليه بولد ونخليه في المنتصف، خلي الكلام في النص نكبره سنة كده مثلا صغيرة بالشكل ده. نبدأ برضو نظبط الخلايا بتاعتنا زي ما احنا شايفين، ونوسع دي كمان زي ما احنا شايفين كده. بنبدأ نظبط، ممكن بقى ان احنا نيجي هنا كده مثلا نخليه بالشكل ده، يبقى فيه بس ايه سطر كده علشان يبقى فاصل عن الجدول. هنيجي بقى عند الجدول بتاعنا ان احنا نبدأ نعمله زي ما احنا شايفين كده. هنبدأ ان احنا نعمل بالشكل ده، نسحب كده زي ما احنا شايفين قدامنا، وليكن مثلا لحد هنا كده، ونبدأ ان احنا نعمل بولد نخليه برضو في المنتصف ونعمل له اول بوردرز من هنا كده. ممكن بقى نيجي في الاخر هنا كده زي ما احنا شايفين نعمل ميرج بالشكل ده، ممكن نروح عاملين كده اللي هو اخر صف كده نروح عاملين له ايه ميرج زي ما احنا شايفين قدامنا. ممكن نكبر شوية زي ما احنا شايفين كده. نبدأ برضو نعمل دي كمان كده ميرج زي ما احنا شايفين قدامنا، ممكن نعمل لها ميرج بالشكل ده. هنبدأ نكتب فيها ايه بقى، هنكتب هنا مجموع زي ما احنا شايفين، مجموع ساعات العمل زي ما احنا شايفين قدامنا. تحت بقى هنكتب ايه، هنكتب الأجرة حسب ساعات العمل، الأجرة حسب ساعات العمل زي ما احنا شايفين قدامنا. نبدأ نيجي هنا كده، هنسيبها طبعا هنا كده الخانتين دول فاضيين علشان هنبدأ نعمل فيهم الإجمالي كله. تمام. نيجي بقى نظبط برضو ده كده، نخليه مثلا بولد، قلنا خليه في النص، هنكبره سنة صغيرة، ممكن نخليه لون مختلف مثلا وليكن لون زي ده، ونخلي الكلام يبقى ماشي نخليه ابيض. نبدأ نظبط كده عشان يبقى يحتوي الكلام بتاعنا. هنا ممكن نخلي مثلا اللون ده نخليه احمر بالشكل ده، ونخلي الكلام يبقى ابيض عشان يبقى باين. نعمل هنا نفس الفكرة زي ما احنا شايفين قدامنا، برضو هنا نفس الموضوع. ممكن كمان بقى نيجي ننسق دي كده نخليها مثلا اي لون، نخليها اللون ده زي ما احنا شايفين قدامنا، ونعمل برضو نفس الكلام تحت هنا كده، ده عشان هيبقى هنا ايه تبقى الدنيا متظبطه. هنيجي بقى فوق هنا نكتب مثلا اسم الموظف وليكن حسن، او نكتب محمد حسن مثلا زي ما احنا شايفين قدامنا. نكتب الراتب الشهري مثلا وليكن هيبقى 5000. ممكن الرقم الوظيفي مثلا نكتبه اي حاجة، مثلا 84 99 زي ما احنا شايفين قدامنا. وعدد ساعات العمل هنكتبه مثلا
8 زي ما احنا شايفين كده. هنيجي بقى نحسب الأجرة بالساعة زي ما احنا شايفين قدامنا، ودي هنجيبها ازاي؟ أول حاجة هنعمل يساوي زي ما احنا شايفين قدامنا كده. بعد كده هنعمل الراتب الشهري، هنحدد الراتب الشهري وهنعمل على 26 يوم بدون طبعا أجازات اللي هي الجمعة، وهنعمل على مرة تانية عدد ساعات العمل اللي هي 8. وبعد كده نقول له انتر زي ما احنا شايفين قدامنا، هيبدأ يحسب لنا عدد الأجرة بالساعة زي ما احنا شايفين كده. بعد كده نيجي نبدأ نكتب التاريخ زي ما احنا شايفين، نكتب 1/1/2024 ونقول له انتر. بعد كده نبدأ نسحب التاريخ بتاعنا لتحت علشان زي ما احنا شايفين يبقى مكتوب بالشكل ده. بعد كده بقى هنيجي نكتب اليوم بتاعنا، هنكتبه ازاي؟ هنيجي نكتب يساوي بالشكل ده وهنحدد التاريخ ونقول له اوكي، هيكتب معانا تاريخ زي ما احنا شايفين قدامنا. برضو نسحب لتحت كده، وبعد كده نحدد الكلام ده كله زي ما احنا شايفين قدامنا، ونيجي عند فورمات سيلز بالشكل ده كاستم، وهنبدأ نكتب هنا كده، هنكتب دي 4 مرات. بعد كده نقول له اوكي، هتبص تلاقيه حول معاك لليوم عادي جدا. هنيجي بقى عند فرايداي هنا كده هنمسحها، نحدد كده نقول له ايه ديليت علشان احنا مش محتاجين الفرايداي. بعد كده هنيجي عند ساعة الحضور والانصراف، هنحدد كده الخليتين او العمودين دول، وهنيجي عند جنرال وهنعمل له تايم زي ما احنا شايفين قدامنا. وليكن مثلا بقى نبدأ ان احنا ندخل ساعات الحضور والانصراف بتاعة الموظفين، وليكن مثلا هنا 8:05 مثلا، نقول لي انتر، هتلاقيه كتب معاك على طول الحضور. طب والانصراف مثلا نقول له 4 زي ما احنا شايفين، او ممكن نخليها بالتوقيت العالمي اللي هو مثلا 16 اللي هي 4، ونقول له اوكي، هتبص لي كاتب لك 4 PM على طول. نبدأ بقى ان احنا نعمل ساعات الحضور والانصراف لكل موظف زي ما احنا شايفين قدامنا كده. هعملها وارجع مرة تانية علشان وقت الفيديو. بعد لما نملى ساعات الحضور والانصراف هنيجي بقى نطلع عدد ساعات العمل، هنكتب يساوي وبعد كده هنقول له ساعات الانصراف ناقص ساعات الحضور ونقول له انتر، هيطلع لنا عدد ساعات العمل. بعد كده هنسحب لتحت زي ما احنا شايفين قدامنا علشان يبدأ ان هو يطبق لنا المعادلة على كله. طب دلوقتي محتاجين ان احنا نجيب مجموع ساعات العمل، هنيجي هنا كده ونضغط اوتو سم وبعد كده هنقول له انتر. طبعا هيطلع لنا عدد ساعات العمل بس الرقم ده مش صحيح، لان انت لو جيت حددت كده هتبص تلاقي هنا عدد ساعات العمل بص قد ايه. فاحنا عشان نظبط الموضوع ده هنحدده، نيجي عند فورمات سيلز بالشكل ده وهنختار كاستم وهنختار الاختيار ده اللي هي الاتش بين قوسين زي ما احنا شايفين، نقول له انتر، هيطلع لك عدد ساعات العمل الحقيقي. كده بقى فاضل ان انت تجيب الاجرة حسب ساعات العمل. هنيجي هنا كده وهنعمل يساوي وبعد كده هنقول له مجموع ساعات العمل اللي هو ده في اللي هي شيفت 8 24 ساعة اللي هو اليوم، في زي ما احنا شايفين قدامنا كده أجرة الساعة اللي هي فوق اللي احنا شايفينها قدامنا دي. هنقول له انتر وبعد كده هنحدد الرقم ده ونيجي عند الجنرال هنخليه نمبر علشان يظهر معانا الرقم الحقيقي زي ما احنا شايفين قدامنا كده. وبكده هتكون انت عملت كشف حضور وانصراف للموظفين بطريقة سهلة جدا وبسيطة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو وتشير الفيديو علشان الكل يستفاد. والسلام عليكم.